الشباك من الأوتوبونج. الهدف الثاني لهلال السودان في الدقيقة 39 من شوط اللعب. الهدف الثاني لهلال السودان من هذا اللاعب أوتوبونج. المحاولات الهلالية كانت مستمرة والعكسيات متنوعة والركنيات الكثيرة في شوط اللعب الثاني بلغت 4 ومن واحدة أوتوبونج يضع الكرة في الشباك أعلى مرمى داوود كاساني يسجل الهدف الثاني لفريق الهلال. الآن نشعر بحرارة المباراة ونشعر بالأداء الممتاز من هذه العكسية والروعة في الأداء في الدقائق الماضية واستحواذ. يواصل هلال السودان إعداده بعزيمة وإصرار لاستقبال ضيفه أنيمبا النيجيري في ملعبه بأمدرمان الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وكسب الهلال تجربته التحضيرية أمام فريق المهدية برباعية، حيث وضع الجهاز الفني للفريق خلالها استراتيجيته لمقابلة الفريق النيجيري الذي من المنتظر أن تصل بعثته الخرطوم الأربعاء المقبل. واختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي الكاف طاقما تحكيميا من تونس لإدارة المباراة بقيادة حكم الوسط الدولي بن ناصر قاسم. تقدم لهلال السودان وتقدم للمهند. تقدم هلال السودان بالهدف الأول. وصل ناحية جودوين، هيثم طنبل لجودوين، خطيرة للهلال، وجودوين ومرور وسحب، محاولة تقدم ومحاولة مرور مرة ثانية. جودوين مراوغة ممتازة لجودوين، يمر الناحية عمر بخيت، هيثم مصطفى في المرمى. هيثم مصطفى قرار يتألق، هيثم يتلعلع ويحرز ثالث الأهداف الهلالية في الدقيقة 30 من كرة. ولا أحلى ولا أجمل ضغط خلفية في مرمى الحارس هيلينغتون. ثالث أهداف المباراة وثالث أهداف الهلال. هيثم مصطفى قرار يتزوج ويتلعلع ويتوهج ويحرز أروع أهداف المباراة. شوف هيثم هوب المرمى، ولا أحلى ولا أجمل. وين يا تهيني، وين يا هيلينغتون في المرمى. ثالث أهداف الهلال. هيثم مصطفى قرار نجم من ذهب، نجم متألق، نجم يتلعلع دوما في كل المباريات في كل المناسبات، يحرز ثالث الأهداف الهلالية في مباراة كبيرة، في مباراة تحمل عنوان الصعود. ويجلس الهلال على المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف منافسه نيمبا المتصدر ب8 نقاط حتى الآن. ويأتي القطن الكاميروني في المركز الثالث ب4 نقاط متقدما على الرجاء المغربي صاحب المركز الرابع والأخير في هذه المجموعة بنقطتين. سامي عبد الله، ارسال الكره من جانب سامي اماميه اتجاه سادومبا يحاول اصطياد الكره بالراس لكن مرت تحولت هلاليه. اسرع يا كاريكا، اسرع يا كاريكا، انطلاقه من جانب كاريكا يحاول المرور، يدخل مدخل الجزاء، يسدد كره حلوه جول هلالي. سادومبا والزيمبابوي يفتتح المباراة، يفك الشفرات التونسية، يحرز الضربة الهلالية الأولى. جول هلالي بإمضاء إدوارد سادومبا. لكاريكا المجهود، لكاريكا فن الطبخ والصناعة، لكاريكا فن الإيجاد والإعداد، ولهذا زيمبابوي النهاية السعيدة. خليفة أحمد
مشوار على اليسار، يبحث عن تمرير أو عن تصويب. خليفة مرر جول. الله يا هلال، روعة يرقص ويفرح ويسجد لله شكرا. نجوم الهلال بروعة النزال. 34 دقيقة تعلن عن هدف هلال الثاني، عن روعة ثانية في هذه المباراة في اليوم الأول من العيد. الفرحة فرحتان، حتى الآن هدفان. محمد أحمد بشير يسجل هدفه الثالث في الكونفدرالية. بشا دوما حاضر بأهدافه، والروعة كانت من خليفة صاحب المشوار لمحمد أحمد بشا. العناصر الشابة في الهلال تستفيد من الخبرة الموجودة والمتمثلة في